اهلا بيكم مره تانية، ومعانا رسام الكاريكاتير الاستاذ فراس حجاج. نرحب بيه. اهلا بيك يا استاذ فراس. ازيك يا استاذ؟ منور الاستوديو. الله يخليك. ايه الاخبار؟ الحمد لله. اخبار الكاريكاتير ايه الاسبوع ده؟ كله مطره. كله مطر. غرقانه. غرقتنا من الاستوديو يا دكتور استاذ فراس. مفيش طيب. صرف. مفيش صرف؟ لا، عندنا صرف في الاستوديو على فكره. بس طبعا مش المطر عشان احنا عندنا سقف. ايوه. طيب احنا النهارده حضرتك اخترت لنا شويه رسومات كده جميله، كلها تقريبا عن الغرق اللي حصل في اسكندريه. وطبعا يعني اعتقد ان في مساحه للاسقاط عليه او على بقيه المحافظات. هو الاسبوع اللي فات ادي اول واحد. رسوم الكاريكاتير عموما كانت بتتكلم بس الاسبوع اللي فات الاحداث اللي حصلت في مصر وامطار. نروح الرسمه مصر بمياه في شبر ميه. ده الدكتور رطه ما شاء الله دماغه ممتازه جدا في حضور الممتازه. ان في ايا كانت للاسف هو رسام الكاريكاتير هنا بيشير مهم جدا ان مشاكل بيئيه بتعرض لها اي دوله. مصر مش من الدوله اللي فيها اللي هي السيول الامطار بشكل غزير مقارنه بدول شرق اسيا او دول افريقيه وامريكا اللاتينيه. صحيح. الامطار اللي موجوده في مصر دي امطار غزيره، هي دي اللي موجوده فعلا. هنا رسير اوضح ان شبر الميه ده شويه مطره بتحصل في اي دوله في العالم بشكل مش معقول يعني. مش لانها توصل لانها كارثه طبيعيه. صحيح. كويس. الدوله باختصار قوه العسكر، قوه الانقلاب اثبتت فشلها في هذه الازمات. صحيح. حتى راسم السيسي هو اللي بيغرق. بالظبط. هو عامل عنوان مصر بتغرق. راسم السيسي في ان مش مصر اللي بتغرق، السيسي هو ده صحيح اللي بيغرق فيها. هو بيغرق في كذوبه عاشها وللاسف عايش فيها واقتنعوا بيها ان مصر هتبقى قد الدنيا. للاسف هي غرقت. صحيح. واللي بعد كده بعديها دي رسمه ليا في جريدة برضه عن اللي حصلت في اسكندريه. عسكري لابس فرعون. الرسمه بتقول خربتوها او غرقتوها وقعدتوا حصاد الفساد والاهمال ودوله مقومات العمل فيها هي الولاءات الشخصيه، ولاءات العلم او الكفاءه العلميه او الكفاءه والخبره. فبالتالي هتكون نتيجتها عدم حل هذه المشاكل، اهدار اموال، اهدار مقومات نمو البلد، وبالتالي البلد غرقت. صحيح. الرسم كده دي رسمه لكتير استاذ اماني هاشم، الصفحه الشخصيه بتاعتي. هي رسمه بسيطه لها دي معبره جدا. هما الاثنين راكبين عوامه، المذيع مسؤول. مش كفايه ان انا شلنا لكم المحافظ، طمعانين كمان في حل الامن. دايما اتعودنا للاسف ايام حل الكوارث الطبيعيه عموما قرار اقاله. حكم العسكر عموما لازم على حل للمشكله ده، بس بدل ما يحل المشكله اساس ويعترف انه اخطا ويعترف انه عنده فساد، لا بيدور على شمال على الاخطاء والاخطاء ديت لامتصاص غضب العام. زي المحافظ حط محافظ، المشكله الميه لسه موجوده، البلعات لسه مسدوده، لسه موجود، بالتالي لو وجود لاي حل. في رسمه اللي بعد كده رسام كاريكاتير توفيق في مصر. الاسره بتودع الراجل وهو خارج رايح الشغل. نعم. واخد عوامه. ترجع في سلامه يا حاج. فانا خايفه ان العوامه تتخرب. هو خايف يعلن اصلا في ما هيغرق. نعم. رتير هنا سخريه المواطن، سخر من المشكله الامطار الدوله من ايه؟ كويس. ما تتطرقش لاي ناحيه. احنا عارفين الحكم العسكري في مصر كان عنده حساسيه جدا من ناحيه القاده بشكل واضح. فبالتالي هنا رسام انتقده، ولكن من وجهه مواطن وليس من وجهه نظر مواطن لحكم عسكري. صحيح. الرسمه الاخيره انت بالذات هتدفع 20 جنيه للموكب وسرينا. ده طبعا تعديل الشارع. هو هنا رسام الكاريكاتير رد على الفيديو الشهير بالنسبه للمواطن الشاب اللي اشتغل توك توك بشري. بالظبط. بس هنا هو رسام هنا الاستاذ محمد عبد الله وضح غضب المواطن جدا
كويس من ناحيه المسؤول، انت بسببك المشكله ديت متهاش هشيلك لانه اكل عيش كويس. صحيح. بس بسبب الازمه ديت هتدفع الزياده، يعني المسؤوليه دايما على الايه؟ على المسؤول. لا وكمان هنا بيقول له باكب وسرينه، يعني هو عايز يقول له يعني هو ماسك له سرينه اهوت ومشغلها له وبتاع، فبيقول له يعني حملك تقيل عليا. نعم. طيب جميل. حضرتك هتعمل لنا رسمه النهارده صح؟ ان شاء الله الرسمه محصله دوله العسكر وصلنا لحد فين؟ محصله الفساد والتبعيه والاهمال ووظائف الوسائط والجبايه وغيره وغيره وغيره. 60 سنه فساد، هنشوف وصلنا لحد فين. طيب شفنا مصر ولا لسه ما شفناش؟ هو ده اللي هنشوفه دلوقتي. اهم قال لك بكره تشوفوها. ما اعتقد بكره جه يعني لازم نشوفها. اما نشوف. طيب اتفضل اتفضل. ايه الاخبار؟ خلصت؟ خلاص كده تمام. تمام بس ما تضحكش. لا كنا زي بتاع صندوق المره اللي فاتت. لا. طب هي ظاهره كده على الشاشه يا شباب؟ طب استنى بقى انا اجي لك انا كده. ايوه على كده شويه ممكن تشوف على الشاشه. ايه الكرش ده؟ ده افكر شعب مصر كله 90 مليون 85 مليون مصري بكره تشوفوا. دي مقوله قالها قائد الانقلاب. والان سنه عيون شفنا مصر كده فساد مال من ثوره 52 حتى الان مصر تقبع تحت نير الفساد. في حكم عسكري فاسد، فساد مالي واداري ومجتمعي، تكون النتيجه دوله فاسده، تكون النتيجه ان مصر كلها بقت في كرشهم. اهمال وتخمل للفاسدين قبله اهمال وتخمل لتراجع عمليه التنميه وتراجع التعليم والخدمات الانسانيه في المجتمع بالكامل. وبالتالي هي دي مصر للاسف اللي بان عليه. خريطه مصر على كرشه. وده دلوقتي بقى فرعون مصري، مصر كلها بقت
وهي دي مصر اللي شفناها، ما شفناش غيرها. ربك يسلم بقى يا رب. الحياه يعني يعني هي رسمه معبره جدا. بس انت كده يعني خليني اطلع من الكادر اللي احنا فيه اسالك، انت مش كده حبست مصر؟ مصر فعلا محبوسه. قصدي كده انت حبستها حبسه طويله. ده يرجع بقى للمجتمع نفسه، يعني كده عشان نطلع مصر هنشق كرش وكده. كانت مصر انحبست جوه بطن مبارك 30 سنه وعرفنا نطلعها منه، بس للاسف اعلام كاذب صور للناس شيء غير موجود. انقلبنا على تم الانقلاب على رئيس شرعي، وسلطه العسكر رجعت تاني، ومصر رجعت اسوأ مما كانت بخدماتها بمجتمعها المحصله النهائيه. وصلنا لحد فين؟ مصر على وشك انها تبقى دوله فاشله، ده وربنا يستر اذا ما كانتش فعلا اتصنفت انها دوله فاشله. احنا واخدين ترتيب قبل الاخير على مستوى العالم في 139 من 140. لا والفشل يعني للاسف حتى مش نعتذر او حتى نحاول نطور، لا نروح نعمل اجتماعات ونعمل تعاون مع الدوله. يعني حتى ال 139 مش عاجبانهم، لا عايزين ننزل بقى لل 140. رحنا نعمل تعاون ثقافي وتعاون في مجال التعليم مع الدوله ال 40. يعني حتى الدرجه دي مش عاجبين، لازم ننزل لل 40. ما ينفعش نبقى قبل الاخير، لازم نكون الاخير. هنا طب ليه بس سؤال اخير عشان نختم الحلقه. هنا طبعا شافك حاطط على كتفه الكتافات العسكريه. بس ليه مطلعه بدون ملابس؟ عشان الكرش يبان. عشان كرش يبان. مصر بقت دخلت جوه كرش وخلاص. لو حتى لاحظنا على الرسمه نفسها ان الكرش خلاص هيضرب. هينفجر. يعني من التخمه. أيوة. تخمه فساد سنين طويله واخرتها. يعني في سنتين بلع مصر كلها. ده اختصار ده باختصار، بس هي مش الاصح مش في سنتين. يعني شوف مصر من سنه 52 لحد دلوقتي حكم العسكر وصلنا لحد فين. صحيح. طيب يا استاذ فراس، انا يعني حابب اشكرك جدا على الرسمه المعبره دي. الحقيقه يعني انا مش عارف اناقشك فيها، لان هي انا فعلا شايفها قويه، وان كانت غامضه شويه او كانت فيها تحس انها تخض كده. بس حاجه بس هي بالنسبه لاي رسام كاريكاتير. الفكره لما بتجيله من موقف، من صوره، من كلمه. صحيح. لما بيبحث عن الرسمه يرسمها كفكره. اللي هي الفتره اللي فاتت عقيد الشرطه وضابط الشرطه اللي كان واقف قدام بحيره من الامطار وكرشه ضارب لقدام. هي دي الفكره. صحيح. كويس. وهي دي لقطه، وطلع عنه اقاويل انه راجل كان عامل عمليه وكذا وكذا وكذا، وبعد كده اتضح انه راجل فاسد وراجل بلع الدنيا كلها في اسكندريه بتاع المرور. ويظلم محافظتين في كرشه. وهي دي للاسف ان شفنا مصر وصلت. هي دي مصر يا عبله. هي دي مصر يا عبله. طيب يعني احنا بنشكر حضرتك. للاسف الوقت داهمنا جدا، وان شاء الله المره اللي جايه هيبقى في متسع اكثر للرسومات ان شاء الله. بنشكر حضرتك استاذ فراس ونورتنا النهارده في الحلقه، وبنشكر حضراتكم على مشاهدتكم لينا، وان شاء الله هنلتقي في حلقات قادمه من كلام جرايد. والسلام عليكم. قناة الثورة